فإنني وبشكل واضح أدعو جميع المصريين للنزول إلى لجان الاقتراع والاحتشاد بقوة مرة أخرى. وإنني أدعو شباب مصر أن يكون في طليعة يوم الاقتراع، كما أدعو المرأة المصرية أيقونة العمل الوطني ورمز التضحية من أجل الوطن. أدعوكن للاصطفاف والنزول للتصويت ورسم لوحة وطنية تليق بالأسرة الوطنية المصرية. انتخابات البرلمان محدش راح، انتفاضة هناك وتنفيض هنا. المصريين ما نزلوش، محدش راح، المصريين مش هينزلوا. المصريين اللي مالوا الشوارع في استفتاء مارس 2011، اللي مالوا الشوارع في انتخابات البرلمان 2011، الناس اللي وقفوا بالآلاف أمام اللجان في انتخابات الرئاسة اللي بجد انتخابات وإعادة، مظاهرات تأييد الإخوان ومظاهرات معارضة الإخوان، الناس اللي وقفت بالملايين في التحرير وفي يناير ومسبير ومحمد محمود والاتحادية و30/6 ورابعة والنهضة والحرس الجمهوري ورمسيس، الناس اللي وقفوا بالملايين مع الإخوان لوجه الله ثم لوجه الثورة، وضدهم لوجه الله ثم لوجه الثورة، مع العساكر وضدهم لوجه الثورة، مع النشطة وضدهم لوجه الثورة، الناس اللي وقفوا غلط وصح مع كل اللي أقنعهم إنه مع الثورة، ما تحركوش إلا مع الثورة. وهم دلوقتي محدش راح، مش هيتحركوا ولن يتحركوا، لأنهم صدقوا وأمنوا واقتنعوا بأن السيسي ضد الثورة. السيسي قائد الثورة المضاد، السيسي ناهب أموالهم وخارب بيوتهم، السيسي رابهم ومزود ضرايبهم وهو عداد الضرايب والفقر والغل. السيسي هو كل ده. المصريين النهارده ما حدش راح، المصريين امبارح ما حدش راح، المصريين بكره ما حدش هيروح الا مع اللقطات التمثيليه. المصريين النهارده بيقولوها في وشك بصوت عالي واضحه ومدويه: يا عم الظابط انت كذاب واللي بعتك كذاب. يا عم الظابط مفيش انتخابات، في شهداء، في فقر وجوع ومرض وبطاله، في عساكر بتاخد بالملايين وشعب بياخد فوق دماغه. حتى ال1% اللي راحوا فيهم ناس كتير كتبوا على الورق صوتي للشهداء والمعتقلين. مئات الاوراق هنا وفي الخارج اتكتب عليها اسامي شهداء واسامي مساجين واسامي ثوار. المصريون للثوره والثوره للمصريين. مفيش مكان ليك يا سيسي، الرساله واضحه: ارحل يا فاشل، مش هننزل يا فاشل، محدش راح يا فاشل. سيارات الجيش زي ما شفتوا في المقدمه بتترجى في شوارع الناس عشان ينزلوا ومحدش راح. عايزينها طوابير قدام اللجان عشان منظرهم قدام العالم. بالله عليك، عمرك شفت الناس واقفه طوابير قدام شقه دعاره؟ اللي بيروح بيوت الدعاره بيروح في الدرع، مهما كان عدد اللي بيروحوا في الدرع في الضلمه. والمصريين رفضوا ظلمه صناديقك واختاروا نور بيوتهم. ده في اولادهم بيتفرجوا على شوارعهم الفاضيه في التلفزيون، بيتفرجوا عليك وعلى وكستك، وكلهم امل انك تفهم ان كنت بتفهم. ما بقاش عندهم قدره يواجهوا الناس تاني وهم بيأيدوك، ما بقاش عندهم قدره يواجهوا اولادهم وهم بيأيدوك، ما بقاش عندهم قدره يواجهوا نفسيهم بتأييدك. محدش عايزك، بقيت عار يا كل مؤسسات الدوله، يا كل اللي بايديهم في انقاذ هذه البلد من بحر دم هيجي بننادي بيها لحد ما صوتنا راح. يا كل واحد في مؤسسات الدولة لسه شريف ولسه باقي على أي حاجة، افهم بقى، افهم قبل ما الثورة تشيل ما تخلي، افهم قبل ما الموت يحصد أرواح الآلاف، قبل ما نشيله هنشيله، هيسجن هنشيله، هيقتل هنشيله، هيذبح هنشيله. احنا اللي باقيين وهو المزبلة التاريخ. ما تخلوهوش يجركم معاه أكتر من كده للوحد. السيسي انتهى، تفويضك سقط يا سيسي. رئيس اللجنة العليا للانتخابات اعلن ان نسبة التصويت اقل من 2%، حتى رجالتك شمتانين فيه. 2% يا غلبان، 2% يا قذافي مصر يا طبيب الفلاسفة. هتجيبوا الاصوات في الصناديق؟ ليه الصناديق؟ مش مستاهله. هاتوها بظرف واكتبوا عليها وطن يعني حضن وحطوا صورة قلب ودبدوب. هتخرج تشكر الناخبين فردا اشكرهم، اسمائهم معروفه.
يتعدوا على الصوابع. اما المصريين لا، اللي راحوا اعداد تتعدى على الصوابع، اقل من اللي شاركوا في هاشتاج محدش راح. المصريين لا، ما تتكلمش باسم المصريين تاني، ما تقولش شعب مصر العظيم تاني، ما تقولش ايها الشعب الكريم تاني. اتكلم عن نفسك وعن خدامينك وعن عزبتك وعن معرضينك، عن اللي مشغلينك. انما المصريين لا، المصريين محدش راح. الرسالة واضحة، يسقط السيسي. الرسالة امام كل ذي عينين، يسقط السيسي. الرسالة امام العالم كله، الرسالة لمن يهمه الامر. المصريين مش عايزين السيسي، انتهى. الله غالب واشوفكم بعد الفاصل.